مساء الخير. بخصوص موضوع البنية طيبة اللي هو كتبتوا لي مسجات انه انتي سويتي الموضوع بس للطشة او حتى تثيرين جدل. انا نزلت لكم مسجات بيني وبين البنية. احنا عد كلامنا اني والدكتور دكتور عمار العلي، وقلت انه احنا نتكفل بعلاجها داخل العراق في اربيل. تمام. بيني وبين البنية احنا عد كلامنا اني والدكتور دكتور عمار العلي، وقلت انه احنا نتكفل بعلاجها داخل العراق في اربيل. تمام. واتصلت على الرقم اللي هم خالي ودزيت لهم على الواتساب، وبالاخير فاتت لي البنية على الانستغرام قالت لي اني عمليتي ما تنجح بالعراق واني اريد اسوي العملية بالخارج، فدا يجمعون تبرعات اعتقد حتى البنية تقدر تسافر بالخارج. انا اللي علي سويته امام رب العالمين وامام نفسي، والموضوع اهم من انه الناس تحكي بيه، واهم بما انه اني كنت صادقة قدام رب العالمين وكنت صادقة قدام نفسي وسويت ونفذت الكلام اللي قلته وراح انزل لكم المحادثة. فمو من حق اي شخص اليوم يجي يقول لي او يتهمني لان صار اوفر الموضوع انه انت والله سويتي هذا الموضوع على مود طشة. عزيزي، بعيدا عن التكبر اني اشتي حديد، ما محتاجة اطش، ما محتاجة اسوي موضوع حتى اشتهر بيه. اني اللي علي امام رب العالمين سويته. الكلام المحادثات ويا الدكتور موجودة ويا البنية موجودة، فما اسمح لأي شخص اليوم يجي يتهمني هذا الاتهام. البنية هي اختارت انه تسافر برا، هي اختارت ما تجي تتعالج